عشاق كرة القدم ومحبين كرة القدم في كل مكان، مساء الخير على عشاق الدائرة المستديرة اللي دايما الناس بتحبها وبتعشقها، وهي الحاجة الوحيدة اللي الناس بتفرح بيها. لكن مجلس إدارة الأهلي حرمنا من مباراة جميلة بتجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. حرم وتعب جمهوره قبل ما يحرمنا احنا كجمهور الزمالك من متعة اللقاء الكبير اللي بيستناه الكبير قبل الصغير. يجب على مجلس إدارة الأهلي ومجلس إدارة الزمالك يخلي عندهم شوية من الدم اتجاه الجماهير الغفيرة اللي بتحب تشاهد لقاء القمة. للأسف يا جماعة، مجلس إدارة الزمالك ومجلس إدارة الأهلي دمروا الكرة المصرية بقراراتهم الخاطئة والانسحاب المتكرر من مباراة القمة والمنظر السيء أمام العالم كله. ديربي الأهلي والزمالك من أقوى الدربيات اللي موجودة في العالم، لكن محمود الخطيب وحسين لبيب بيخلوا منظرنا سيء أمام العالم. الأهلي انسحب أول امبارح، والزمالك انسحب قبل كده، ودي منظر ما يليقش بفرقتين كبار في منطقة الشرق الأوسط، بل واحد من أهم دربيات العالم. لو هتحط ديربي كبير زي الديربي برشلونة وريال مدريد هتحط الأهلي والزمالك نفس الحكاية. لكن للأسف يا جماعة، يجب محاسبة مجلس إدارة الأهلي والزمالك على ما يفعلوه في الرياضة المصرية اتجاه الناس اللي بتشوف المنظر